اهلا بيكم. بشوية دقيق وشوية مية هنعمل الفطاير الرهيبة دي، كمان هنحشيها بحشوة طعمها حلو قوي واقتصادية كمان، تنفع بقى للفطار للعشاء وحتى للغدا. من الوصفات اللي بلجأ لها لما بكون عايزة اكل حاجة سهلة وسريعة وطعمها حلو قوي في نفس الوقت. عندي هنا بقى 3 أو 4 بطاطسيات مقشراهم وهقطعهم مكعبات بالحجم ده كده. في حلة أو في كسرولة فيها مية هحط عليها معلقة صغيرة من الملح، وهحط فيها البطاطس اللي مقطعينها المكعبات، وهناخد الكسرولة وهنحطها على النار لحد ما البطاطس دي تتسلق. للعجينة السهلة البسيطة هنحتاج معلقة كبيرة من السكر، عليها معلقة صغيرة من الملح، وهننزل عليهم بحوالي كوباية من المية. أنا معايا 2 كوبايتين إلا ربع، هنزل بنصهم في الأول، وبعدين هدوب السكر مع الملح مع المية كويس جدا، وبعدين ننزل ب5 كوبايات من الدقيق. ممكن تنصصوا الكمية لو حابين تجربوا في حاجة أو في كمية بسيطة. هنقلب بقى الدقيق مع المية كويس جدا في الأول كده بالمعلقة لحد بس ما نحس ان الدقيق اتشرب المية اللي معانا. بننزل بقى بكمية المية المتبقية معايا واحدة واحدة، وبنبدأ نلم العجينة بإيدينا لحد ما تبقى معانا قطعة واحدة بالشكل ده كده. هي هتبدأ تلزق في إيديك، وحاجة بسيطة هنضيف لها 2 معلقة كبار من الزيت أو الزبدة زي ما تحب. هنعجن بقى العجينة كويس جدا مدة ما تقلش طبعا عن 10 دقايق. العجينة بتاعتنا أبسط ما يكون، يعني هي ما فيهاش خميرة ولا بيض ولا حليب، لكن هنفضل بس نعجن فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما تبقى العجينة معانا سطحها ناعم بالشكل ده كده. بندهن الطبق اللي هنحط فيه العجينة دهنة بسيطة من الزيت، وبنسيب العجينة ترتاح 10 دقايق بالظبط علشان واحنا بنفردها ما تغلبناش في الفرد وتتفرد معانا بكل سهولة. هنا البطاطس بقى كانت اتسلقت وبقت تمام. هنبدأ بقى نهرسها بالشوكة بالهراسة زي ما تحب. المهم نهرس البطاطس كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة معانا، وهنضيف لها بقى التوابل اللي هتخلي البطاطس دي طعمها مميز جدا وغير اي بطاطس مسلوقة اكلتوها قبل كده. التوابل دي هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. كمان معايا حتة لحمة معصجة كده كانت عندي في التلاجة، فقلت هضيفها، بتديها طعم خطير بصراحة. احيانا لما بيكون مش موجودة عندي لحمة معصجة جاهزة، بعصج لها حتة لحمة كده اقل من ربع كيلو وبحطها عليها، بتخلي البطاطس دي طعمها رهيب. كمان حطيت كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وحابين تستغنوا عنها تمام. وبعد ما العجينة ارتاحت كويس معايا هناخدها ونرش على السطح شوية من الدقيق، ونفردها على شكل اسطوانة أو شكل رول علشان نقدر نقسمها لقطع صغيرة. قسموا بقى الفطاير بالحجم اللي يناسبكم. حابين الفطاير تبقى حجمها كبير شوية، قسموا الكورة دي لحجم أكبر شوية من كده. حابينها تبقى بالحجم اللي في الفيديو تمام، يبقى هتخلوا الكورة دي بحجم الاستفندية الصغيرة كده. بنخلص بقى الكمية كلها بالطريقة دي، وبنغطي عليهم. مهم جدا نغطي عليهم بفوطة علشان ما ينشفوش معانا لما نيجي نفردهم. بندهن بقى السطح كده دهنة بسيطة من الزيت، وبناخد أول كورة كورناها في الأول خالص، وبنبدأ نفردها بالشكل ده كده. وبناخد كده كورة صغيرة من حشو البطاطس اللي عملناها، وبنبدأ نحطها في النص ونقفل بالطريقة دي كده. نحاول نقفل كويس جدا علشان الحشو ما يخرجش لبره والفطيرة تتبهدل معانا. وبنرجع نفردها تاني بالطريقة دي كده، يا إما بالنشابة يا إما بإيدينا. العجينة ما شاء الله مرتاحة كويس وبتتفرد معايا بكل سهولة. وما تحاولوش تبالغوا في الفرد قوي علشان العجينة ما تتقطعش معاكم. للتسوية بقى هنحتاج طاسة، مهم جدا انها تكون ما بتلزقش، ولو هتسووها في طاسة بتلزق نحط شوية كده من الزيت محترمين علشان نتأكد ان الفطاير بتاعتنا ما تلزقش في الطاسة. هنحطها بقى على نار متوسطة، الطاسة تكون سخنة في الأول، وبعدين نحط فيها الفطاير لحد ما تاخد لون حلو كده من تحت، وبعدين نقلبها على الوش التاني.
الفطاير دي ما بتاخدش سوا خالص على النار، يعني حوالي دقيقة أو دقيقتين كده على كل جنب. هي بس يا دوب بتاخد تحميرة من كل جهة وبتكون استوت معانا وتمام. بتبدأ بقى تنفخ معاكوا بالشكل ده كده وتعمل زي البالونة. بيبقى شكلهم حلو قوي لما بيبدأوا ينفخوا كده، وما تقلقوش لو واحدة أو اتنين ما نفخوش معاكوا، ممكن يكون فيهم قطع بسيط فبيخرجوا الهواء منهم، فعادي يعني مفيش مشكلة. هما الاتنين هيبقوا نفس الطعم ونفس السوى إن شاء الله، مفيش أي اختلاف ما بينهم. فطاير بجد رهيبة وطعمها مميز جدا، وحشو البطاطس اللي جواها ده مخلي يعني هيديكوا كده احساس انكم بتاكلوا حاجة محترمة متعوب عليها فعلا، على العكس تماما من سهولة وبساطة الوصفة بتاعت النهاردة. شوية دقيق وشوية مية وحبتين بطاطس كده هتعملوا الجمال ده. الحشو بقى اللي جوه الفطاير دي يعني رهيبة رهيبة بجد، يعني اللي هيدوقها مش هيتخيل ان هي بس شوية بطاطس مسلوقين. اتمنى بقى تجربوا الوصفة بتاعت النهاردة وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.